طبيعة العلاقة التاريخية بين السعودية وكيان الاحتلال الصهيوني تغني عن الضجيج الإعلامي لإظهار مدى عمقها ووحدة أهدافها. وما ظهر من تقارب علني أخير تمثل بزيارات رسمية ولقاءات لا يثير المفاجأة في الأوساط المتابعة، بل تعزز فرضية أن الكيان المفترض أن يكون عدوا للعرب هو صديق لبني سعود من بدايات حكمه للمملكة، وهو ما يتجلى الآن ببرنامج متكامل للتطبيع لمحاربة محور المقاومة وتعزيز الشراكات الاقتصادية. אינטרסים משותפים שאנחנו יכולים לקדם אותם בכלכלה, ואני מצפה مصالح مشتركة وأهداف توحد السعودية وكيان الاحتلال الصهيوني منذ عقود، فلم يعد للتطبيع العلني بين البلدين تلك الجلبة والجدل المصاحب، ولم يعد للزيارات الرسمية والتقارب وقع المفاجأة أو الصدمة مع تأكيد البلدين على وحدة الخندق والمصير في مواجهة تهديدات مشتركة حسب ادعائهما. تلك التهديدات المتمثلة حسب مراقبين بجبهة المقاومة والممانعة في وجه الاحتلال الصهيوني، وتحديدا المقاومة الفلسطينية. إسرائيل العدو المشترك لدى جميع العرب ليس كذلك بالنسبة للمملكة السعودية التي انتهجت من بدايات حكم آل سعود لها سياقا خاصا في ارتباطاتها مع إسرائيل تمثل بالحياد تجاه القضية الفلسطينية، على خلاف دول عربية كسوريا التي وقفت مع محور المقاومة الفلسطينية بعيد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. التحالف السعودي الإسرائيلي خرج بالتدريج للعلانية مع حراك شخصيات سعودية رسمية سابقة باتجاه عدو العرب الأوحد، وتوثيق الكاميرات لمصافحات وجلسات جمعت تلك الشخصيات بهذا العدو، بدءا من تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودي السابق الذي اجتمع بمستشار الأمن القومي الصهيوني السابق يعقوب عميدرور، مرورا بزيارة سمسار العلاقات بين الاحتلال والسعودية أنور عشقي مع وفد مرافق لإسرائيل، وانتهاء بإعلان أعضاء بالكنيسة الصهيونية عن برنامج متكامل للتطبيع لمحاربة محور المقاومة وتعزيز الشراكات الاقتصادية. كما يبدو أن التطبيع السعودي الصهيوني المتعمد إظهاره من قبل آل سعود يأتي بعد هشاشة داخلية وخارجية تعانيها المملكة حسب مراقبين، فالجفاء الأمريكي للمملكة ازداد بعد حرب الأخيرة على اليمن وكشف وثائق تثبت تورط آل سعود في هجمات 11 من أيلول ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، إضافة إلى الفوضى الداخلية التي تعيشها المملكة بعد فشلها العسكري في اليمن ووصول لهيب الحرب لما بعد حدودها. ورب متابع يقول إن العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني قد لا تحتاج إلى كل هذا الضجيج الإعلامي لكي تظهر مدى عمقها وطبيعتها، فما جدوى التطبيع لما هو طبيعي أصلا.